وللتعليق على هذا المؤتمر ينضم إلينا من برلين الزميل عبد الرحمن عمار موفد DW إلى المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي. أهلا بك معنا في هذه النشرة عبد الرحمن. إذن ما أبرز ما جاء في خطاب المستشار شولتز؟ مساء الخير. فلاح حاول في كلمته أن يطمئن أعضاء الحزب خصوصا فيما يخص المفاوضات القائمة في التحالف الحكومي حول الميزانية والخلافات في هذا الصدد، وقال ما يريد أعضاء الحزب سماعه بأنه لن يقلص المساعدات الاجتماعية، وهي إحدى المطالب التي يريدها وزير المالية الليبرالي الديمقراطي، لأن الحزب في حملته الانتخابية وعد الناخبين بهذه المساعدات الاجتماعية وكل الحقوق الاجتماعية الأخرى. مسألة أساسية أكد على الدعم العسكري المتواصل لأوكرانيا، وسيكون السنة القادمة 8 مليارات من الدولارات. هناك خلافات كثيرة بينه وبين قيادات الحزب خصوصا الجناح اليساري وشبيبة الحزب، بينما هو يقول يجب أن تكون هناك عمليات ترحيل للمرفوضة طلب لجوئهم على نطاق واسع، فإن قاعدة كبيرة تنظر إلى ذلك بعين النقد وتريد مساعدة فرق الإنقاذ في البحار وأيضا تسهيل اللجوء العائلي. ومسألة مهمة وأساسية فلاح هو قال بأنه يجب أن نحارب معاداة السامية في ألمانيا وفي نفس الوقت محاربة العداء للمسلمين، كلام لقي ترحيبا وسط الكثير من أعضاء الحزب مسلمي الديانة. هل تم إصدار قرارات نهائية أو توصيات نهائية من المؤتمر؟ من أبرز التوصيات فلاح هو رغبة الحزب في إعادة النظر في آلية الحد من الديون كمخرج لتجاوز أزمة الميزانية الحالية ولكي لا تتكرر السيناريوهات مستقبلا. لكن مخرجات الحزب هنا فلاح ليست ملزمة للحكومة، وسيحاول في نهاية المطاف المستشار أولاف شولتز أن يقنع طرفي التحالف الخضر والحزب الليبرالي. هل سينجح في ذلك أم لا؟ السؤال مفتوح. على الأقل هو حصل على دعم قوي من طرف قيادات الحزب وأعضاء الحزب في الكثير من التوجهات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميل عبد الرحمن عمار موفد DW إلى المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي.